خلى الناس ان هي تعيش في كهوف مهدده كل لحظه ان هيحصل انهيار عليها، الا لو كان اللي على سطح الارض اخطر من انهيار المدن دي على دماغهم. وازاي قدروا اصلا ان هم يتحكموا في الطف يخلوه يعيش الاف السنين بالمنظر ده؟ هنا العلماء حطوا نظريات كتير وسبحان الله كلهم طلعوا صح، ودي حاجه جديده يعني. والنظريه الاخيره هتبهرك، وحضر نفسك كده لحد اخر الحلقه، كميه انبهارات رهيبه. في رأي بيقول إن المدن دي تم استخدامها ككاتاكومب اللي كانت مشهورة في إيطاليا، وعندنا هنا في اسكندرية واحدة منها. إيه الكاتاكومب دي؟ ده مبنى بيبقى مكون من 3 أدوار أو أقل، بيبقى موجود تحت الأرض بمدخل خفي، كان المسيحيين بيستخبوا فيه هربا من بطش الرومان، عشان الرومان ساعتها كانوا وثنيين فكانوا بيأذوا المسيحيين. والرأي التاني إن المدن دي عبارة عن حصن كان السكان بيستخدموها عشان يحاربوا الأعداء. ليه بقى؟ كابادوشيا موقعها مميز قوي بين آسيا وأفريقيا،